ندخل في أمور التوحيد. ما رأيك في من يقول يا علي المدد؟ العون. يطلب المدد من علي وارضاه. احنا ما نطلب العون من علي. نستعين بعلي الله. تقول يا علي بنستعين. تستعين بعلي ميت، كيف تستعين به؟ اكو الآية شو تقول؟ ايش تقول آية؟ إياك نعبد وإياك نستعين. نعرف ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا الذي نعرفه. واستعين بالصبر. واستعين بالصبر وشنو؟ بالصبر والصلاة. اوكي. هل الصلاة هي بمن؟ لكن هذا عمل صالح هذا يا حبيبي. كذلك انت بس يا عمر بسمع احنا هذه حجات. لا نستعين حبيبي. استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر هذا عملك أنت، لا تستعين بصبره هو. لا دقيقة، هل يجوز أستعين بصلاته؟ تستعين بصلاتك انت سيجار. بصلاتي لأن لا دقيقة لا دقيقة تستعين بصلاتك لأن عملك، فكيف تستعين بشخص ميت؟ بل الله سبحانه وتعالى الميت أنت تريد أن تطلب له الرحمة. فأنا أسألك، أنا أريد لك أنك أنت لا تعرف ما معنى لا إله إلا الله. أبين لك. لا دقيقة دقيقة ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله. ما معناتها؟ يعني جاوبتك لا إله إلا الله. معناتها لا خالق إلا الله. لا خالق إلا الله. إلا الله أكيد. لا هذا غير صحيح. دقيقة واحدة. أنا أقول لك هذا غير صحيح. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا ولئن سألتهم. الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو سألت كفار قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكفار قريش يؤمنون بأن الله هو الخالق، بل يؤمن أنه هو الرازق، بل يؤمن أنه هو مدبر السماوات والأرض. لكن لماذا سماهم الله كفار إذا يؤمن بأن الله هو الخالق؟ لو كانت لا إله إلا الله معناتها لا خالق إلا الله لكان أبو جهل من المسلمين. لكن الله كفر قريش الذين حتى كفار قريش فهموا معنى لا إله إلا الله. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أي بمعنى أن تخلص العبادة لله، والدعاء والاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة تجوز من رجل حي قادر. أما الميت هذا كفار قريش ما كان الله ايش يقول؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكفار قريش عندما عبدوا الملائكة أو دعوا الملائكة ودعوا الرجال الصالحين وعيسى ليس بأنهم يؤمنون بأن هؤلاء الصالحين أو عيسى أو الملائكة خالقين أو أرباب، لا، لأنهم يقربونهم إلى الله. وهذا شرك بالله. أنتم تفعلون نفس الشيء، تقول أنت تستعمل علي ليقربك إلى الله، فعلي يدعو الله، فهذا من الشرك لأن الدعاء لله، فلابد أن تدعو الله وحده. لأجل ذلك في القرآن ماذا يقول؟ وقال ربكم ادعوني. ليس لم يقل وقال ربكم إذا إلى علي أو إلى محمد عليه الصلاة والسلام، بل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله جل وعلا الدعاء عبادة. فالدعاء إذا كان عبادة فالعبادة لابد تكون حق لله تبارك وتعالى. فنحن نحب علي، وكذلك من يذهب إلى أبي بكر أو إلى عمر يقول يا عمر ادعي الله، هذا شرك بالله. نعم، لأن الدعاء إلى الله جل وعلا. فهمت؟ لو أتاك نصراني يقول لك أنا أدعو عيسى لكي يدعو الله، هل يجوز؟ لا يجوز، وأنت تفعل نفس الشيء. لا الحمد لله تقبلت. والله أقول لك أنا كنت صوفي، لكي تفهم أنا كنت صوفي، والصوفية عندهم نفس الطريقة الشيعية. كنا نذهب إلى القبر، أنا أهلي يقول إحنا من آل البيت، فجدي الأكبر نذهب إلى القبر ونقول يا جدي الصافي ادعي ربي يسطرنا، أو يا جدي الصافي الله يحفظك احفظنا الله يحفظك هنا. فمرة أخ هنا في بريطانيا كان عندي سروال، أراد أن يغسل لي السروال، فوجد حصى، قال لي من أين أتيت بهذا الحصى؟ قلت هذا من قبر جدي الأكبر فيه البركة. فهو ضحك ثم قال اقرأ الكتاب، هذا الكتاب يا مبارك. قال لي اقرأ هذا الكتاب. قرأت الكتاب، هو الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول لك وهابي. قرأت الكتاب، قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصحابة. قلت هذا هو الإسلام. تهضر مع أهلي، قال جداتي قال جدك قال خالك عمك رأى في المنام،
هذا ليس ديننا يا أخي. ديننا قال الله قال الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأهل السنة السلفيون أهل الأثر الذين يكذبون عن القول بأن نحن وهابيين، نحن ليس وهابيون، نحن أهل السنة والسلفيون نؤمن بالله جل وعلا ونوحده في أسمائه وصفاته. بارك الله فيك. والله أنا أعطيك هدية من عندي تقرأها إن شاء الله. من أي بلد أنت؟ عراقي. حي الله أهل العراق. أهل العراق لهم نحبهم والله يا أخي. هذه أعطيك أنا والله. شوف أصول 3 هذه هدية ما ترميها أخي. لا والله اقرأها عندك. خلاص حبيبنا نشوفك إن شاء الله. حياك الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم.